السلام عليكم أيها المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن. شفتوا هذيك التصويرة ديال وزير الخارجية الصبليون مع أحمد عطاف، وشفتوا كيفاش كيطبلوا باللي ملف الصحراء تحط فوق الطاولة. واجي نشرح لكم الحقيقة اللي بغاو يغطيو بها الغاز. هادوك راه ما حطوا ملف، ما حركوا ساكن، هادوك راه غير كيبيعوا الكلوة ديال الشعب الجزائري للصبليون باش غير تبرد عليهم الدقة اللي كلاوها في الميدان. اليوم كيهضروا على القانون الدولي. أنسيتوا يا جيراننا باللي المغرب مدرسة في هاد الشيء؟ في عام 1969 المغرب رجع إقليم سيدي إفني من الصبليون بالرزانة والدبلوماسية الهادئة، السياسة ديال طرف بطرف أو طرونش بار طرونش اللي أسس لها الملك الحسن الثاني رحمه الله. الصبنيون براسها عرفات باللي المغرب إلا حط عينه على حقه ما كيطلقش منه حتى كيرجعوه. سيدي إفني رجعت بلا صداع وتبعها حكم محكمة العدل الدولية في عام 1975 اللي أكد روابط البيعة، ومن بعد جات المسيرة الخضراء اللي خلات العالم كله منبهر وحال فمه. وعلاش فرانكو ما كانش قادر يقيس المملكة المغربية؟ بغيت نذكركم بواحد الحقيقة تاريخية. فاش كانت السبنيول في عهد فرانكو شادة الصحراء، ماشي حيت كانت واعرة، ولكن حيت كانت حسابات دولية كبيرة. في 1953 الاتفاقية اللي كانت بين فرانكو والميريكان في قاعدة تورا كانت واضحة: ممنوع السلاح الأمريكي يتوجه ضد المملكة المغربية. اسبانيول كانت عارفة باللي المغرب حصن حصين وباللي الشعب والملك جسم واحد. هذا التلاحم هو اللي خلى فرانكو ينسحب من إقليم سيدي إفني ومن الصحراء الغربية المغربية بدون ما يطلق رصاصة واحدة، وهو كيحترم هيبة الدولة المغربية، ماشي بحال اللي كينبحوا اليوم وكيصرفوا ثروات شعبهم على ميليشيا. وهذا الضجيج اللي كيديروا دابا بخصوص الصحراء الغربية المغربية جغرافيا راه غير باش يغطيو على الرعب اللي كيعيشوه من واحد الملف جاي في الطريق اللي هو ملف الصحراء الشرقية. المغرب كيف ما رجع إقليم سيدي إفني وكيف ما حصن اليوم الصحراء ديالو برا وبحرا وجوا بالدرونات وبالجدار الأمني وبالاعترافات الدولية، راه ما ناسي حتى شبر من عرضه المغتصبة. ملف الصحراء الشرقية غادي تفتح بالقانون وبالوثائق وبالتاريخ. وإلا كاين اللي كيظن باللي بيبيع الغاز ب80 بخس للصبليون غادي يشري صمت التاريخ، راه غلط. الصبنيول كتاخذ الغاز رخيص وكتضحك عليهم، وحنا رحنا في صحرائنا كنتمتعوا فيها وكنبنيو وكننميو، والرايه المغربيه كترفرف فوق التفاريتي والبير الحلو واغوينيت وتيشلا والقرقارات والقويره، وقريبا في حدودنا التاريخيه كامله. والخاتمه الرساله واضحه: المغرب حصن راسو ولا دابا ولا مكشوف. اللي بغى يبيع الغاز ديالو بثمن رخيص باش يشتري الاوهام شغلو هذاك. حنا في بلادنا كنخدمو وكننميو وكنبنيو وعارفين باللي الارض كترجع لمواليها فاش كيكون النفس طويل. والعزيمه ديالنا هو لحمه الشعب، ملك وشعب جسم واحد، وشعارنا الله الوطن الملك. المغرب ماشي دولة ديال الشعارات، المغرب دولة ديال تمغربيت والواقع. القافلة تسير والباقي راكم عارفينه.